بين أطلال حصن قديم في واحد دوش العلماء لقوا كنز من أندر الكنوز في تاريخ مصر القديم، كنز دوش الذهبي اللي اتعرض لأول مرة سنة 2005. الكنز ده فيه أكتر من 212 سبيكة ذهبية، تيجان وقلادات وسلاسل وخواتم وسوارين ورأس صقر ذهبي ولوحات فضية نادرة كلها من العصر اليوناني والروماني في قلب صحراء مصر الغربية بالضبط في واحد دوش بمحافظة الوادي الجديد. وفي أطلال حصن قديم اكتشف علماء الآثار سنة 1989 واحد من أندر الكنوز في تاريخ مصر القديم اللي اتسمى بكنز دوش الذهبي. الكنز ده فضل مخفي وما كانش حد شافه لحد ما عرضوه لأول مرة للجمهور سنة 2005، وده كشف عن مجموعة مذهلة من الحلي والمقتنيات اللي بترجع للعصر اليوناني والروماني. المميز في الكنز ده إن هو بيجمع بين الصناعة الحرفية والرمزية. القطع كلها كانت موجودة جوه إناء فخاري مدفون في واحدة من غرف الحصن. الكنز بيشمل 212 سبيكة ذهبية. المرممين المصريين اشتغلوا على ترميمها بعناية، وبعد كده اتجمعت في قلادتين، واحدة كبيرة والتانية صغيرة، وده كله كان عمل فني بجد بيظهر مهارة الصاغة في عصر المصريين القدماء. بس من أهم القطع في الكنز لوحتين فضيتين، واحدة محفور عليها صورة الملكة وجت بتاج مصر العليا، والتانية صورتها بتاج مصر السفلى، وده كله كان بيظهر الوحدة بين القطرين في مصر القديمة. وكمان في التاج الذهبي المذهل اللي معمول من صفايح على شكل أوراق عنب، وفي نصه سبيكة صغيرة فيها تمثال الإله سرابيس داخل معبد صغير. التاج متزين من الجنبين بزخارف دقيقة من أزهار الخشخاش، والطوق اللي شايله معمول على شكل ثعبان، وده كان رمز القوة والحماية عند المصريين القدماء. الكنز فيه كمان قلادة ذهبية وزنها حوالي 493 جرام، معمولة من سلك ذهب على هيئة ثعبان، ومعها اسورتين مزخرفين بأوراق الشجر، واحد فيهم فيه فص عقيق برتقالي والتاني فيه فص زجاج أخضر. الدراسات بتقول إن الاسورتين دول يمكن يكونوا معمولين لست بدينة أو كانوا لتزيين الذراعين العلويين حسب الأعراف الجمالية وقتها. وطبعا ما نقدرش ننسى رأس الصقر الذهبي اللي عيونه من حجر الأبسيديان اللامع، ومعاه تيجان وسلاسل ذهبية وحليات للصدر وخواتم وعقود وخلاخيل وأساور بأشكال معقدة لدرجة إنها لسه بتلهم مصممي المجوهرات لحد النهارده. الكنز ده مش مجرد ذهب وحلي، ده كنز حضاري وفني بيعكس ذوق راقي جدا للمرأة الملكية في الوقت ده، وكمان بيوري التداخل بين الرموز المصرية القديمة والعناصر الهيلينستية، وبيوضح براعة صناع الحلي في مصر القديمة. باختصار، كنز دوش الذهبي مش بس مجموعة قطع ذهبية، ده قصة صامتة عن تاريخ مليان فخامة وفن وهوية مصرية أصيلة.